السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم في اسعد حال واتم الصحة، اللهم امين. موضوعنا النهارده ازاي احسس النرجسي بالامان وهو بارد جنسيا وعاطفيا. ده كان سؤال من متابعة هجاوب عليه زي ما تعودنا مع بعض. لايك وشير وسبسكرايب، ادعموني كتير على صفحتي فيسبوك هناء السيد، ويلا بينا نبدأ الفيديو. ازاي احسس النرجسي بالامان وهو بارد جنسيا وعاطفيا؟ اوعي تحسسي النرجسي بالامان من خلال مشاعرك، انت كده بتودي نفسك في داهيه. تمام؟ اوعي تحسسي النرجسي بالامان من خلال مشاعرك. النرجسي لا يؤمن بالمشاعر، لا يفهم المشاعر ولا يدركها ولا يعترف بيها ولا اي حاجه خالص. لو قطعت شرايينك على النرجسي مش هيفهم برضه. خلاص؟ اوعي تقولي اي كلام حلو للنرجسي، ولا انك تمدحي مدح مبالغ فيه مع النرجسي. انت كده بتقللي نفسك، بتحسسي انك انت ضحيه، بتحسسي قد ايه انت محتاجه له، عشان كده بتمدحيه. انت كده فاهمه؟ فالموضوع كله اهم امان للنرجسي ان هو يحس بالامان من ناحيتك، ان هو يبقى عارف انك قويه وقادره قادره على الرحيل، وفي نفس الوقت انت مستمره معاه. ده اكبر امان للنرجسي. خلاص؟ النرجسي ما ينفعش انك انت تعبري بمشاعرك للنرجسي. لا تقولي له بحبك ولا حبيبي ولا قلبي ولا الكلام ده خالص. سيب النرجسي كده، لا حب فيضمنك ولا كره ولا كره فيخاف منك ويخطط لاذيتك. خلاص؟ يعني مشاعرك مع النرجسي هي مشاعر حياديه تماما، لا حب ولا كره. واوعي تعرفي النرجسي نقاط ضعفك على سبيل الفضفضه، وفاكراه بقى سند وفاكراه بقى هو اللي يعني اللي ليكي في الدنيا. لا، اوعي تحكي للنرجسي عن نقاط ضعفك او تشتكي للنرجسي من حاجه فعلا بتوجعك. انت ممكن تعملي الموضوع ده بالتمثيل، خلاص، وحاجه يعني تكون تافهه ما مش بتوجعك خالص ولا تمثل اي نقطه ضعف بالنسبه لك، وتحكيها له بس عشان تحسسيه ايه انه منك وليكي وكده، ويحس كده بالايه بالامان يعني. خلاص؟ لكن اوعي تفهمي النرجسي اي نقاط ضعف ليكي. خلاص؟ واوعي تتكلمي مع النرجسي عن اي حد مش كويس او كده. ماشي؟ طيب، احسس النرجسي ازاي بالامان بعيدا بقى عن المشاعر؟ احنا مش بنتكلم في مشاعر، مش بنتكلم في علاقه، ولا بنتكلم كزوج ولا اي شيء خالص. ده شخص عايز يحس بالامان. يحس بالامان ازاي؟ يحس بالامان بالذكريات الايجابيه، انك انت دايما لما بتيجي تتكلمي معاه بتفتكري ايجابياته، ما بتفتكريش ابدا سلبياته. واوعي تقولي سلبيات النرجسي امام النرجسي وتاخديها بمحمل السخريه، او بمحمل انك انت مستحمله بقى وخلاص. لا، هيزيد عليكي وهيزود الحاجات اللي انت واخداها بهزار وبضحك وعادي بالنسبه لك. لا، هو هيزود عليكي فيها وهيضايقك فيها اكتر. خلاص؟ فحاولي انك انت دايما مع النرجسي احنا بنتكلم بذكريات دايما ايجابيه، بحاجات انت شايفاها، فيبقى فاهم ان الباك جراوند بتاعك ايجابي جدا وطبيعي جدا والدنيا بيس، وبالتالي انت حد امان، انت مش شايفاه اصلا ضدك او مش شايفاه اصلا عدو او حد وحش. خلاص؟ طيب نشوف الفقره اللي جايه. من اكتر الحاجات اللي تحسس النرجسي بالامان هو عدم تشويه سمعته. مش علشان تحافظي على صورته، لا. اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان النرجسي بيجي من وراكي يتكلم مع حد من اهلك، يتكلم مع حد من اصدقائك، مع حد من جيرانك، مع اي حد من الناس الانتيم قوي معاكي. خلاص؟ يتكلم معاهم من وراكي على غفله، على فجأة كده، عشان يفهم الناس دي نفسيتها ايه من ناحيته. لو نفسيتهم وحشه، وده هيبان باسلوب كلامهم وهيبان في نبره صوتهم، يبقى انت ايه؟ يبقى انت شاكيه لهم من النرجسي، يبقى انت مش امان. لكن لما الناس تتكلم معاه بايجابيه وبيرحبوا بيه، وازيك وعامل ايه، ودي فلانه كانت بتقول عليك كذا مثلا مش عارف ايه، وحاجات ايجابيه كلها الناس بتشكر فيه، الناس مرحبه بيه، فيعرف انك انت ما بتشتكيش خالص من النرجسي. حتى لو في مشاكل بينك وبينه فانت ما بتطلعيش الكلام بره، ومش بتفتني على النرجسي ولا ضعيفه
قصاده. على فكره موضوع الشكوى من النرجسي الموضوع مش موضوع تشويه سمعه وبس، لا، النرجسي بيدرك انك انت انسانه مش عارفه تحلي مشاكلك، فبتلجئي للناس عشان تاخدي قرارات منهم واحكام منهم، فتقدري انك انت تتعاملي معاه، وده برضه بيقللك قصاد النرجسي. فاحنا مش عايزين كده، احنا عايزين النرجسي تبقي انت امان، تبقي انت انسانه قويه، تبقي انت انسانه دلوعه ولذيذه وانوثه. عايزين نجمع ما بين كل الايجابيات اللي في الدنيا من غير قهر، من غير ذل، من غير ما تدي ايجابيات ونتيجه الايجابيات دي تبقى انت كده بتقللي من نفسك. لا، احنا مش عايزين نقلل من نفسنا خالص، احنا عايزين نخرج من وعي الضحيه، وعايزين النرجسي يفهم ان احنا اقوياء فاهمين نفسنا وما بنطلعش الكلام بره، والدنيا بيس ومش شايفينه اصلا عدو، فتبقى هو ده الامان للنرجسي. وبالتالي النرجسي على فكره بالرغم كل المساوئ اللي فيها النرجسي والسلبيات اللي النرجسي بيتعامل معاكي فيها عشان يضغط عليكي، يعني هو عايز يجيب اخرك، هو عايز يعرف انت اخرك ايه، اخرك قعدة عيله، اخرك محاكم، اخرك طلاق وانفصال، اخرك ايه اخرك، هو عايز. فانت لما بتلاقي النرجسي بيضغط عليكي وفي سلبيات كتير عماله بتتكرر، وبصي يعني كله ضرب ضرب ضرب، مفيش شتيمه، يعني بصي هو مستقصدك جامد، اعرفي انه خايف جدا من جواه، حاسس ان هو مستهدف، وبالتالي هو بيضغط عليكي علشان يجيب اخرك. كل ما انت كنتي دبلوماسيه في النقطه دي ومش بتتكلمي مع حد وما بتخرجيش من غير اذنه وما بتحسسهوش ان في حاجه بتحصل من وراه، في هذه الاثناء هتلاقي ان النرجسي هيرجع يبقى كويس معاكي وهيديكي الامان. خلاص، هو بيضغط عشان عايز يجيب اخرك، عايز يشوف انت اخرك ايه، فهمتي؟ فمعلش الفتره دي اللي هي بتاعت السلبيات دي ممكن تبقى شهور على فكره، يعني الموضوع مش يومين ثلاثه، لا، هو بيضغط عليكي شهور علشان يشوف انت ناويه على ايه ولا في ايه اصلا. خلاص. طيب، موضوع عدم الكذب على النرجسي، لازم تعرفي ان اكتر حاجه تحسس النرجسي بعدم الامان منك هو الكذب، او انك تبقي قايله له ده بامبا ويطلع اخضر. يعني بصي ده اكبر حاجه، يعني اقول لك ايه، انت بتبوظي علاقتك بالنرجسي وبتبوظي مستقبلك مع النرجسي وبتبوظي حاجات كتيره جدا 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 بموضوع الكذب. فالكذب هو اصلا حرام شرعا، يعني هقول لك ايه، الكذب هو حرام شرعا، واوعي تكوني مخبيه عليه حاجه، زي ما قلت في فيديو قبل كده، اوعي تكوني مخبيه على النرجسي حاجات من السهل انه يكتشفها، من السهل انه يعرف انك انت كنت مخبياها عليه. دي مشكله كبيره بتواجه كتير جدا من الزوجات، مش عايزه اقول ضحايا الشخصيات النرجسيه تاني، بتواجه كتير جدا من الزوجات انك انت تخبي حاجه هو من السهل انه يكتشفها. خلاص، فارجوكي ابعدي عن اي حاجه تشكك النرجسي فيكي. تمام. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب اكون قدرت اشرح النقاط السابق ذكرها. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.